يقول لك خد 3 عجلات، 3 عجلات يا مؤمن، وهدي لك الرابعه هديه. طب ازاي؟ هو انا سؤال، انا بقول لك انت هتعملها ازاي؟ انت كسبان اصلا يعني، انت قبل ما تعمل العرض ده وانت بتبيع كسبان كام؟ انت حرامي يا ابني؟ ما هو انا عايز افهم، ما هو انت دلوقتي فردة ثمنها 4000 جنيه مثلا او 3000 جنيه، انت هتديها له هديه ازاي؟ يعني انت هتبيع 3 عجلات بسعر، فانت كسبان لدرجه ان انت تقدر تدي له عجله بالافات مؤلفه هديه وعليها الخدمات وكسبان. ما انت بتشتغل مين النهارده؟ اللي احنا عملناه في سوق الاطارات محدش يعرف يضحك على العميل تاني، والعميل بتاعنا فاهم، والعميل بتاعنا عارف احنا بنقول ايه. عندك سعر قوله مباشر، سيبك من ال3 عجلات والرابعه هديه دي لان مفكوسه. تمام؟ حتى الشركات الكبيره بتعملها. وانا لما عملت فيديو وقلت بلاش عروض وهميه، انت مش مقصود بيه كتاجر صغير، انا اقصد التاجر المؤثر في السوق اللي بيسحب حصه تخليه ياثر على قاعده الشراء في مصر كلها، اللي هو بيأثر في السوق المصري كله. اطلع قول سعر الحاجه مباشر على العام زي ما بنقول. ولو بتساله احنا بنقول تايلاندي بس ليه؟ والله احنا عندنا التايلاندي، عندنا استون تايلاندي، وعندنا طرزان تايلاندي، وشاويانج تايلاندي، اطلس تايلاندي، مواصفات اعلى مواصفات في مصر. السرعه دبليو، تمبريتشر ايه، تراكشن ايه، تريد وير عالي، فكل المواصفات مكتوبه على جنب الفرده، والعميل بتاعي يعرف الكلام ده. انت عمرك ما هتعرف الكلام ده لان انت عايز تبيع وتكسب وتفكر نفسك السياسه بتاعت زمان ان انت تنصب على عميل هتفضل مستمر. مش هتعرف، لان احنا جينا بنعمل ايه؟ نغيرنا سوق الاطارات في مصر، خلينا العميل ازاي يختار فرده الكاوتش بنفسه، ويهتم بتاريخ الانتاج، ويهتم بالتفاصيل اللي تهمه، مش بالاسماء اللي انتوا رحتوا جبتوها من دول درجه تانية في التصنيع. واقول لكم على حاجه، تضربوا تواريخ الانتاج. بلاش اتكلم عشان ما حدش يزعل مني، فقصروا معايا الكلام. انا ما بكلمش حد بشكل شخصي في يوم، فلو هتكلم بشكل شخصي انا هقفل المحلات بتاعتي، صدقني هقفل محلات. لو هتكلم بشكل شخصي وهطلع الغلطات، والفرده البريل اللي انتوا عرضتوها كان تاريخ انتاجها عدى عليه اكتر من 5-6 سنين، وانت بتعرضها بتاريخ انتاج 25 و24. الفرده الكورديان اللي نزلت عندك برضو تاريخ انتاج قديم جدا وتاريخ الانتاج مضروب، ونزلتوها في محلاتكم وبعتوها. فانا برضو مش هبص لك تاني، انا الفيديوهات اتبعتت لي لان انت ما تتشافش للاسف، لان انت يعني غير مؤثر بالنسبه لنا. احنا متجهين اتجاه، مش باصين لحد بعينه، احنا بنتكلم عن سوق كله فيه غلطات كبيره جدا واحنا بنعالجها على قد ما نقدر. والعميل اللي معانا على الصفحه من حظك السيء ان هو عارف احنا بنعمل ايه كويس، فرايك غير مهم بالنسبه لنا. شكرا لكل عملائنا اللي دعمونا، وصلنا 150 مليون مشاهده على كل المنصات، ومكملين بكم ان شاء الله. السلام عليكم.